ساداتي سادتي، يا هلا وغلا فيكم. شايفين الغرام والعشق والهيام، شايفين تبارك الرحمن ما شاء الله. سريدة حجمها منيح كويس، هذا نص كيلو. كنا مرقين من طريق شفناهم وكانوا آخر موجود مع الزلمة فجبناهم. فوالله ما بدي أقليهم ولا بدي أعملهم أكل خالص. إحنا كمان أسبوع بإذن الله، يعني من اليوم هذا عد 7 أيام أو حتى أقل من 7 أيام بيوم بإذن الله العيد. فأنا بدي أعمل فسيخ، لازم أعمل فسيخ، أحب الفسيخ. فحكيت بدي أوريكم كيف هذا في البيت بدي أخلله فسيخ. هاي الكمية بدي أعطيها شطفة سريعة وأوريكم إيش نعمل. غسلت السمكات بس شطفة سريعة، نزلت منهم الرمل الزيادة وهنا الزيادة هيك، بس بنزل من تحت الحنفية بعمل هيك وبنزل عليها المية، وانا هيك بس مجرد اني بعمل هيك وخلاص. حطيتها بالمصفاية وبدي اخليهم هيك واقفين على راسهم، اوقفهم عشان ينزل منهم اي مية، واخليهم برا يعني ما يقارب 3/4 ساعة لغاية ما ينشفوا شوية من اي مي. بعدين بدنا نشوف كيف بعد مرور هاي الساعة ايش حنعمل. هيك مرقت معانا ساعة، شايفين كيف الحبة بدت زي كأنه بدت تنشف او تشد حالها يعني. المهم بعد ما مرق معانا ساعة لازم يعني انك تعرضيه انه يجف شوية. بعد ما تشطفيه الشطفة الاولى هيك السريعة لازم تتركيه هيك على نصفاية يجف. هذا النجاح تعمل الفسيخ سواء كان السريدة او البوري الكبير او اي نوع سمك انت حباه. بمنديل معانا او محرمة بنطبطب على السمكة وبنضغط من ناحية الراس اساس انه ما بدنا يطلع مية معانا. بعمل كل الكمية، لازم هاي الحركة لنجاح السمكة انك بدك تفسخيها. انا طبطبت عليها كلها يعني، عملتهم انه مسكت حبة حبة وضغطت عليها بهذا الشكل انه ما تطلع معايا مية نهائيا وتكون ناشفة. خلصنا هاي المرحلة، خلاص معايا الفوطة تقريبا ما فيش فيها مية كتير. عندي هذا المرتبان، بدك تعمليه بأكياس بعلبة طعام، أي علبة أنت بدك إياها تعملي فيها مخلل السردين لفسيخ السردين. ما بدي أضيف شطة ولا بدي أضيف كركم، أنا بس كل إضافاتي الملح فقط لا غير. بدي أعمل هيك ملح العادي، الملح الصخري أنا بالعكس بحب يكون ملح زيادة. بدك الملح الصخري كمان أفضل اللي عنده ضغط وما بتحمل الملوحة، بس أنا ما بتفرق معي، مع إنه رغم هيك إنه معي ضغط بس بحب إنه يكون طعمته مالحة. المهم عندك بالمرتبان بدي أضيف ملح بالأسفل، وكمية السمك زي ما انت شايفاها هذه هيك. بدي اجيب هيك هذا الجاط بعيدا عن النصفاية يعني، اضيفهم هيك. شجعي اللي بيحب الفسيخ يعمل، عملوا بالبيت. وعندي هذا كمية الملح هيك، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اغلف كل السمكات بهذا الشكل. بدك تحط شطة مع الملح او كركم الإضافة اللي انت حبها. أنا ما بدي بس ملح وخلاص. غلفت كل السمك بالملح، كل سمكة فيها ملح. بعدين إنه صغير الحجم مش هياخد وقت كتير. عندي المرتبان بدي أعمله هيك بالراس، هيك أنيمه نوم وأحط بالراس هيك معايا. من هنا ان شاء الله الاسبوع نفتحه مع بعض ونشوف كيف النتيجة بإذن الله.
هذه الكمية نص كيلو، كمية بسيطة يعني عن قد هيك. وقفته كيف كانت الكمية هذه اللي ضايلة كلها بنزلها في مرتبان التخليل، بوزع عليها كل الكمية كيف. هاي السمك في المرتبان حاطينها. لقيتها بدنا نعمل نسكره بهذا الشكل، نحكم الإغلاق. عندي كمية الظروف هاي الشنط الأكياس، يعني هاي الكمية عندي. بدي المرتبان أحطه كيس كيس، يعني زيادة إنه أكتم أي هوا فيه هذا الشكل. وأربط، أفرغ هيك أضغط وأربط كيس 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 هيك. أحطه هنا بالكيس الأكبر، أفرغ من الجنب هذا ومن الجنب هذا وأربط. وكمان بكيت هيك تمام. هيك كل مرة بعمل هيك، تعمل هيك تعمل هيك، يعني لما تمرق كل يوم بغير الاتجاه عشان تتغلغل المية اللي بتنزل من السمك ويتوزع الحموضة أكتر. هيك عملنا كمية الفسيخ للعيد. كل عام وانتم طيبين، إن شاء الله يوم العيد علينا وعليكم خير. بنفتحه مع بعض وبنشوف ايش صار فيه. تمام؟ ما تنسون من صالح دعواتكم، تدعموا القناة بالاشتراك وتعملوا اعجاب للفيديو، والسلام ختام.